رغم مرور 70 عاما على وفاته، إلا أن صوته يعد سمة من سمات شهر رمضان الكريم في اليمن. ومنذ اليوم الأول لشهر الرحمة والمغفرة يصدح صوته الشجي في كل أرجاء اليمن، عبر مكبرات الصوت للمساجد وعبر الإذاعات والفضائيات. ورغم وجود المئات من حفاظ كتاب الله الكريم، إلا أن اسمه وصوته التصق بشهر رمضان منذ عام 1947 حتى الآن. ولذلك اعتاد اليمنيون جيلا بعد جيل على تلاوته العطرة، وبمجرد أن يستمع المواطن اليمني إلى تلاوته المميزة يذهب ذهنه مباشرة إلى رمضان. فاليمنيون يعتبرونه عطر رمضان. فمن هو؟ هو القارئ محمد حسين القريطي، هو حافظ ومقرئ للقرآن الكريم من أهل صنعاء، التي ولد فيها يتيما عام 1922. يتم القريطي لم يمنعه من